باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسعدني ان اقدم لكم هذا الفيلم عن حياة واحد من النساك، بل من اشهر النساك في الحياة المسيحية، القديس ابا نفر السائح. كلمة نفر او نفير معناها الجميل او الحسن، وهذا ليس مجرد اسم ولكنه ايضا سمة الحياة الجميلة التي امتاز بها هذا الناسك العظيم. سيرته جابت كل أقطار الأرض، وأتذكر عندما زرت روسيا أننا وجدت في بعض الكنائس هناك أيقونة يضعونها في مكان متميز عن هذا القديس العظيم. هو واحد من السواح الذين بلغوا درجة عالية من درجات النسك في الحياة النسكية والحياة الدائرية والحياة الرهبانية، وامتاز في أيقوناته بشعره الطويل الذي غطى تقريبا مساحة كبيرة من جسده، وعاش هذه الحياة الناسكة الجميلة مكتفيا بالقليل جدا، ولكن سعيدا بوجوده في حضرة الله على الدوام. الحقيقة هذه الأفلام تقدم صور حية متناسبة مع الزمن الذي نعيش فيه والعصر اللي بنعيش فيه، من خلال تقديم سير هؤلاء المشاهير في الحياة المسيحية وفي الحياة النسكية. أنا سعيد أن أنا أقدم هذا الفيلم، وأقدم الشكر لدير الأمير تدرس للراهبات الذي قام بالإشراف على هذا الفيلم وإعداده وتقديمه مع فريق عمل كبير من أبنائنا الأحباء الذين شاركوا في صناعة هذا الفيلم. وهذا مجهود كبير أخذ وقتا طويلا وتكلف كثيرا، ولذلك من واجب الأمانة أن نحفظ ما نراه في هذا الفيلم، لا ننسخه ولا نكرره، ولكن نستعمله من مصادره الرئيسية حتى ما تكون هذه الخدمة مكتفية، وتكون هذه الخدمة أيضا فعالة وتستطيع أن تقدم أكثر وأكثر. المسيح يبارك هذا الفيلم، يبارك كل من شارك في صناعته، في تقديمه، وفي الإعداد له، وفي إخراجه، ويبارك الدير الذي اهتم بعرض حياة هذا القديس العظيم، وأيضا يبارك كل من يشاهده ويتعلم منه روحيا. الله يحفظكم جميعا في اسمه القدوس، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. أنا جمعتكم لأني بقالي 3 أيام كل ما أقف أصلي صلاة نص الليل بيظهر لي قديس شكله منور. سلام ربنا يسوع المسيح معاك يا أمنا. أنت مين؟ دي 3 مرة أنت بتظهر لي، أنت مين؟ أنا عشت في المكان ده فترة من حياتي. هنا؟ في المكان ده؟ أيوة، وهنا فيه البير اللي كنت بشرب منه. احفري في المكان ده يا أمنا، وبنعمة ربنا مية البير هتكون سبب بركة وشفاء لكل اللي يشرب منها بإيمان، لكل اللي يشرب منها بإيمان. كان شكله إيه يا أمي؟
وشه منور وظهوره اداني فرح وسلام جوايا. وفين المكان اللي حدده القديس يا أمنا؟ في الجهة الشرقية، تعالوا معايا. باسم الصليب، البير لقينا البير. مية مالحة. سلام يا أمنا. بكرة بعد قداس الحد خدي من جمرة الشرية وارميها في البير. افرح يا نفير، لقد اقترب يوم انتقالك من هذا العالم الفاني إلى المجد الأبدي والفرح الدائم. كنيستنا بتتعرض للمحاربات، ولكن دايما هتفضل منتصرة. لكن فيها قيامة، وزي ما المسيح قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لكن ضيقات العالم كتير يا أبي مقرر. لكن إحنا لينا سلاح واحد، إيدين مرفوعة بالصلاة، وخصوصا الآباء السواح اللي بصلواتهم بيرفع ربنا غضبه عن العالم. حياتهم كلها أسرار.
حياتهم كلها أسرار، كلها أسرار، كلها أسرار. يعني انت مبارك خروجي للبرية يا أبي؟ ببساطة قلبك وقوة إيمانك ربنا هيكون معاك ويسندك ويبارك طريقك. تشدد وتشجع. يعطي المعي قدرة ولعديم القوة كسر شدة، ويكون الرب ملجأ للمنسحق، ملجأ في أزمنة الضيق، ويتكل عليك العارفون اسمك لأنك لم تترك طالبيك. قوم يا بفنوتيوس يا ابني، تعال يا حبيبي.
انزل يا بفنوتيوس يا ابني، انزل. أنا إنسان زيك متوحد في البرية. انزل عشان خاطر المسيح اللي بعتك ليا. تعال تعال. مجرد ما شفتك وسمعت صوتك نسيت كل تعبي. الله يعوضك يا حبيبي. اسمك ايه يا أبي؟ نوفير. عايش بقالك كتير في البرية هنا؟ أكتر من 60 سنة. 60 سنة لوحدك هنا؟ مش لوحدي يا حبيبي، الله وعوده صادقة وما يردش اللي بيطلبه أبدا. طب عايش ازاي يعني؟ بتاكل ايه وبتشرب ايه؟ عايش مع الوحوش وباكل من عشب الأرض وتمر النخيل. الله هو اللي بيشبع الروح يا بفنوتيوس وبيخلي احتياج الجسد قليل، فتدوق حلاوة السماء وانت لسه على الأرض. ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. اللي يعيش مع ربنا عمر نفسه ما تضعف. سامحني يا أبي، بدأت حياتك هنا ازاي؟ كنت أتمنى أعيش غريب وأسيب الأرض غريب، لكن مادام ربنا بعتك هقول لك كل اللي عاوز تعرفه. من طفولتي اتربيت في محبة ربنا في دير ريدة بهرموبوليس اللي ناحية الأشمونين، واتغرس فيا من صغري اشتياقي للرهبنة. الآباء الرهبان حياتهم كانت مليانة بالتسبيح والشكر. قلبهم كان بيلهج بالصلاة ليل ونهار، وشهم بيشع نور وسلام، وبيخدموا بعض بكل حب. وكنت بخدم في الدير كأني في السماء، شبعان بحب آبائي الرهبان اللي كانوا بيعطفوا عليا. اتعلمت منهم كل حاجة. كنت أبص عليهم وزي ما يعملوا أعمل. أشوفهم بيصلوا أجري أصلي. تعالى
تعالى حبيبي تعالى. شوف يا ابني، أعظم سلاح في حياتنا هو الصليب اللي بيه رب المجد يسوع المسيح هزم كل قوات العدو. لما بنيجي نرسم الصليب بنرسمه بإيدنا اليمين، لأن الآية بتقول يمينك يا رب صنعت قوة. نرفع إيدنا اليمين كده على راسنا فوق ونقول بسم الآب، لأن الآب فوق في السماء. وبعدين نقول والابن، لأن الابن نزل وتجسد في بطن العذراء مريم. وبعدين بننقل ايدنا من الشمال للناحية اليمين واحنا بنقول والروح القدس، لأن رب المجد يسوع المسيح جه للعالم ونقله من الظلمة للنور لما فدانا على خشبة الصليب. علموني كتير وشبعوني أكتر، أشوفهم بيكلموا ربنا أجري أكلمه وأحبه، وكنت بحس إنه بيرد عليا. شفت عملت ايه؟ الله، صليب جميل قوي يا نوفير. بحبك قوي. وانا فرحان بيك قوي يا نوفير يا ابني. نوفير، اوعى تنسى قبل ما تنام تصلي علشان تفرح ملاكك الحارس اللي بيحرسك طول الليل. ما تنساش ترشم الصليب حوالين سريرك من كل ناحية. وأول ما تفتح عينيك ترشم الصليب وتشكر ربنا وتقف تصلي وتتكلم معاه وتشكره إنه حافظك طول الليل. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك. في طريقك للكنيسة ترتل مزمور فرحت بقائلين ليه إلى بيت الرب نذهب. ولما توصل لباب الكنيسة تسجد بخشوع وتقول ما أحلى سكنك يا رب الجنود. ولما توصل للهيكل تسجد بمخافة وتقول أما أنا بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بخوفك. ثق يا نوفير، انت مش لوحدك، المسيح ساكن جوه في قلبك. دايما اتكلم معاه يا ابني. الحياة في الدير مدرسة،
مليانة بالتعاليم المقدسة. يوم مش ناسيه وانا لسه طفل وجاي هنا على باب يسوع، ساعة ما فيه قلبي الصغير خد قرار ما فيهوش رجوع. يوم مش ناسيه وانا لسه طفل وجاي هنا على باب يسوع، ساعة ما فيه قلبي الصغير خد قرار ما فيهوش رجوع. احساس عجيب كان كل حاجة جوا مني بتناجيه، وشعور مهيب مشتاق اعيش مع ربنا واسند عليه. احساس عجيب كان كل حاجة جوا مني بتناجيه، وشعور مهيب مشتاق اعيش مع ربنا واسند عليه. يوم مش ناسيه، يوم مش ناسيه. بيت البات قديسي، صلوا من أجل إنجيل مقدس. جيت عند صورة العذراء بحكي بالساعات، وفي قلبي كان مليون حكاية احكيها ليها. مهما النهار يخلص ويرحل من سكات، في الضلمة انا لامس وشايف نور عينيها. والدير بقى في الدنيا دي بيتي الوحيد، عمري اللي جاي هيبتدي ما بين حيطانه. والعود كان اخضر بس الجدر كان شديد، يسقيه يسوع ويشبعه من فيض حنانه. وفي حلمي شفته هو عمال بيناديني، بيقول تعالى اسكن في حضني وجوه عيني. يوم ما التقيت عليها عينيا ومش ناسيني، انا بعت كل الدنيا دي وبشتريه. يوم مش ناسيه، يوم مش ناسيه، يوم مش ناسيه، يوم مش ناسيه. أنا عايزك يا ابني تفرح وتبتهج وتشكر ربنا لأنه اختارك عشان تعيش العيشة الملائكية دي. عايزك يا ابني تبقى زي الفانوس اللي في ايدك ده، تنور ونورك يملى الناس كلها، تمام زي ما قال رب المجد أنتم نور العالم. وعايزك يا ابني كل ما تعمل عمل اسأل نفسك هل العمل ده هيفرح ربنا ولا لا. وعايزك يا ابني كمان عيش بالطاعة يا نوفير يا ابني، واخدم كل اخواتك الرهبان بكل الحب. الكتاب المقدس هو اللي هيعلمك كل وصايا رب المجد يسوع المسيح، الهك فيه بالنهار والليل. واوعى اوعى يا نوفير تفرقك صلاة يسوع، لأن دي هي سلاحنا الدايم يا ابني. الطاعة، الكتاب المقدس، صلاة يسوع، بالتلاتة دول يا ابونا بفنوتيوس صدقني دقنا الفردوس على الأرض في دير هرموبوليس. الآباء كانوا عايشين بنفس واحدة وقلب واحد ومحبة كاملة للكل، وكنا شاعرين بحضور المسيح القوي
في وسطينا. صدقني يا ابني، أنا شفت المحبة الكاملة في عيون كل آباء الرهبان، وتعلمت منهم إزاي أجاهد في حياتي الروحية، وإزاي الراهب يكسب في حياته فضايل كتير تقربه من رب المجد يسوع. أخدت بركة الآباء وبركة خدمتهم وبركة الصلاة من أجل كل واحد فيهم، وكنت حاطط قدام عيني مبدأ: اللي يعيش مع ربنا عمر نفسه ما تضعف. وعلمني أبويا إزاي أحفظ فكري دايما في ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح. وانت بتشتغل بإيديك ترتل المزامير وعقلك يفكر في معانيها. الرب راعية فلا يعوزني شيء، في مراعي الخضر يسكنني، وإلى مياه الراحة. حياة الشركة والصمت والعمل اليدوي خلوا الدير فردوس على الأرض بنعيش فيه. مالك يا أبي؟ مفيش يا حبيبي، اللي يعيش مع ربنا عمر نفسه ما تضعف. ليتك تباركني وتوسع تخومي، وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني. يا رب يسوع المسيح، بارك حياتي، املاني يا رب بروحك القدوس، وسع قلبي يا رب بمحبتك، ارشدني يا رب في كل خطوة، اعلن يا رب مشيئتك في حياتي. ملكوت الله يا أحبائي هو الهدف الكبير اللي لازم نوصل له، وعشان نوصل له لازم نكون أنقياء القلب. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. ووصل ازاي لنقاوة القلب يا أبي؟ ده جهاد الراهب طول حياته
احنا احبائي في كل شيء لازم نظبط الحواس بتاعتنا، اذاننا، عينينا، لساننا. وكل ما هنقرا كلام ربنا هيغسلنا وينقينا. القلب النقي قلب وديع محب، بيتحمل التجارب بشكر ويشيل صليبه بكل فرح، والنعمة تسنده يا حبايبي. شايفين يا حبايبي؟ شايفين القربانة دي؟ القربانة دي اتعملت ازاي؟ دي كانت عبارة عن قمح، والقمح بينطحن ويبقى دقيق، والدقيق يتجمع مع المية يبقى عجين، والعجين ما يبقاش خبز إلا لما يدخل في النار يا حبايبي. احنا كده كمان لازم نمتحن بالتجارب علشان نلغي زهواتنا ونبقى تمام زي الدقيق اللي لو ما اتعجنش بالمية اللي هو عمل الروح القدس فينا هيتبعتر ويطير. فاهمين يا أحبائي؟ الصوم يا ابني هو بداية الطريق للقداسة. لما الجسد بيصوم الروح بتنشط وتبقى خفيف، فتقدر تقف وتسهر وتصلي وتقدر تتغلب على كل حيل عدو الخير. واللي بتغصب نفسك عليه النهاردة بكرة يبقى سهل وهين، وكتر قراياتك في الكتاب المقدس هتضبط فكرك. لما تقعد على الميدة اقعد بمخافة الله، وخلى الله دايما يشغل تفكيرك. فاللي بيصوموا ويصلوا الحبيب يتكئ بينهم على الميدة ويحول مرارة رقهم لحلاوة فوق الوصف. يا رب يسوع المسيح ارشدني، يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح سامحني، يا رب يسوع المسيح اسندني، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح دبر حياتي حسب مشيئتك، يا رب يسوع المسيح أعني على رضاك، يا رب يسوع المسيح هبني أن أعمل ما يرضيك، يا رب يسوع المسيح قدسني، يا رب يسوع المسيح زدني التصاق بيك، يا رب يسوع المسيح علمني ازاي احبك، يا رب يسوع المسيح اديني افرح قلبك، يا رب يسوع المسيح انا اسبحك، يا رب يسوع المسيح ليك المجد، يا رب يسوع المسيح باركني، يا رب يسوع المسيح اغفر لي، يا رب يسوع المسيح أعني، يا رب يسوع المسيح احميني، يا رب يسوع المسيح اسندني. لكن في يوم سمعت أبي رئيس الدير بيتكلم عن الآباء السواح. في قديسين ساكنين البرية الجوانية، تايهين بين الجبال والبراري وشقوق الأرض من أجل عظمة محبة رب المجد يسوع المسيح. بعد كل التعب والجهاد في الدير عشان محبة المسيح في حياة أعمق. حياة الآباء السواح أفضل بكتير. إحنا هنا في الدير عايشين حياة الشركة، بنلاقي الأكل وبنلاقي الشرب، واللي بيتعب بيلاقي اللي يخدمه. أما في الصحراء مفيش كل ده.
حياة الشركة بكل نسكياتها وفضائلها بتفرح قلب ربنا. أما حياة الآباء السواح الأبرار فهي أعمق درجات الرهبنة. يعني الآباء السواح عايشين زينا بالجسد؟ السواح يا ابني حياتهم كلها أسرار، وعشان خاطرهم الله بيرفع غضبه عن العالم ويخفف عنا ضيقاتنا وأوجاعنا. ولأن الشيطان عارف كويس قوي إن السواح دول أجرهم عظيم عند الله، بيحاربهم في أول خروجهم، بيحاربهم بالجوع والعطش وضيقة الوحدة. لكن لما بيحتملوا ويثبتوا في طريقهم، الله بيفيض عليهم بمراحمه وتعزياته ويرسل إليهم ملائكته علشان يخدموهم، تمام زي ما قال إشعياء النبي: وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. لما سمعت الكلام ده حسيت كأني اتنقلت من العالم، وصليت لربنا وقلت: يا رب، مبارك هو الإنسان اللي تدعوه عشان يعيش الحياة السمائية دي. الله هو سندهم الوحيد، هو فرحهم وبهجتهم، كلامه هو طعامهم، روحه القدوس هو ارتوائهم. حللني يا أبي، يعني أنا أقدر أعيش زي الآباء السواح؟ ربنا يا ابني بيدي الفرصة كاملة لكل واحد بدون أي محاباة، بيدي كل واحد وزنات على قد قدرته، كل اللي بيطلب بيجد، تمام زي ما قال الكتاب المقدس: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. إيليا النبي ويوحنا المعمدان عاشوا طول عمرهم في الصحراء مع انهم كانوا بشر زينا. الله يعوضك يا أبي. ماشي في طريق وهكمله، والليل بيحضن خطوتي، مشوار طويل بتحمله، وقصاد عينيا غربتي. جايلك أنا زي الغريب، محتاج ايديك ترميلي طول، واما تلاقيني في وقت الضيق تحميني من كل سوء. وايام بتجري من سكات، وهو كل يوم من عمري فات، وفي اشتياق اصبح وبات، وقلبي ثابت على الأمل، وسنين هتاخدني لسنين، وعيش في حضن القديسين، وفي نورك انت سهرانين. متشال انا زي الحمل، وايام بتجري من سكات، وهو كل يوم من عمري فات، وفي اشتياق اصبح وبات، وقلبي ثابت على الامل، وسنين هتاخدني لسنين، وعيش في حضن القديسين، وفي نورك انت سهرانين. ما بين ايديك زي الحمل، وايام بتجري من سكات، وهو كل يوم من عمري فات، وفي اشتياق اصبح وبات.
ما لقيتهوش مش كده؟ خلاص يا نوفير، المسيح معاك يا ابني. صعب عليا فراقك، لكن ربنا يبارك اختيارك الجديد يا حبيبي. حللني يا أبي. الله يحلك يا ابني. ما تقلقوش يا آباء، أنا باركت خروجه. اتفضلوا، كل واحد يروح على شغله. اتفضلوا. ربنا يباركك يا نوفير يا ابني، وتكون حياتك الجديدة بركة لينا وللعالم كله. وبدل ما أشعر إن الطبيعة واقفة ضدي، ربنا كان مديني أسبحه فيها. يلا يا أبونا، يلا. المجد ليك يا رب. الجعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، السخ الجبال من علاليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض. المجد ليك يا رب. الجعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، السخ الجبال من علاليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض. المجد ليك يا رب. برد ومطر وانا بين ايديك، مش حاسس الا بالدفاء، سهران في حضن ملايكتك، وبحبهم قلبي اكتفى. من كام سنة وشايف عينيك بتنور الكون والدروب، ودموعي وانا بترجع فيك شهدة على كل الذنوب. خدني في حضنك ضمني، احضر في تهتي ودلني، اهتاني بس يهمني. لو حتى كل الكون يغيب، إبليس يحاول ينتصر، لكن قصادك ينكسر الشر مهما طال قصر، وهتهزمه على الصليب. باركني يا أبي. قوم قوم يا نوفير، الله يباركك. لما سمعت أبويا السايح هرميوس بيناديني باسمي، اتأكدت إن هي دي مشيئة ربنا لحياتي. هات يا أبونا رجلك، هات. بس يا أبي، أنا ما استاهلش إنك تغسل رجلي. وفر المية لقدسك. اللي بعت شوية المية دول قادر يبعت غيرهم. اسمع يا نوفير، إذا كنت ناوي تعيش حياة الوحدة ما تقلقش على حاجة أبدا. اللي عايش في حضن أبوه السماوي ما عندوش هم يشيل. عشت فترة مع أبويا السايح هرميوس، اتلمست فيها على إيديه وتعلمت أسرار حياة الوحدة. لما نحرك المية كده شايف صورتك بوضوح؟ لا، مش شايف حاجة. ولما المية تهدى كده شايفها. هي دي ثمرة وبركة حياة الوحدة والسكون. وفي حياة السكون الإنسان بيشوف نفسه الضعيفة على حقيقتها.
الصبارة دي يا نوفير محتاجة مية علشان تكبر. الروح كمان ما تقدرش تنمو من غير عمل الروح القدس فيها. الروح القدس هو اللي بيقدس القلب والفكر، وبيرسم فينا كل يوم صورة المسيح الوديع المتواضع. المهم احنا نطلب روح الله عشان يعمل فينا وينور قلبنا وعقلنا، لأن كل الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. ربنا يباركك يا نوفير، عقلك نور بالحكمة وقلبك اتملى حب بحياة الوحدة، وأكيد رب المجد هيرشدنا للمكان اللي هتكمل فيه وحدتك معاه. وخرجت مع أبويا القديس هرميوس ومشينا في الصحراء حوالي 4 أيام. يا رب يسوع، هو ده المكان اللي اختاره لك ربنا، مكان مليان هدوء وسلام علشان روحك تصفى وتفرح بتسبيح الله وتمجيده. شايف عين المية والنخلة دي يا نوفير؟ أيوة يا أبي، رجل الله الصديق زي النخلة، على قد ما تمد جذورها في الأرض على قد ما تعلى وما تعطش أبدا، واللي يرميها بحجر تنزل له بلح. علشان كده كل ما نحتمل التجارب بصبر تكتر ثمار الروح القدس فينا. قعد معايا 30 يوم يعلمني ازاي ارفع عقلي وقلبي لله في كل حين، ولساني يلهج بكلامه عشان اشوف نفسي على حقيقتها. أنا لسه ما شبعتش من قدسك وما أتقنتش تجارب العدو، ومش عارف هعمل إيه وأنا لوحدي كده. ربنا يسندك يا ابني. طب هشوفك تاني يا أبويا؟ أكيد يا ابني، وإذا احتجتني في أي حاجة تعالى. ربنا يبارك كل خطوة بتمشيها ويسيك حواليك. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يسكنني، وإلى مياه الراحة يريد. باسم الصليب. ايه ده؟ تعال. باسم الصليب. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت تايه ولا ايه؟ فين اصحابك؟ فين اصحابك؟
باسم الصليب. يا اختي انت انس ولا جن؟ لا يا ستي انا انسان زيك. اتفضلي الخروف بتاعك. اصل انا غريبه ومش من هنا، ومن صباحه ربنا بدور على الخروف. طيب الحمد لله اديكي لقيتي الخروف، اتفضلي بقى خديه وارجعي مع السلامه. يوه طيب راجع. انا بس ما كنتش عارفه ان في حد قاعد هنا، ده انا اتبهدلت وجسمي ولع نار من الشمس. الاقيش بقى عندك ميه اشرب؟ لا يا ستي، انت مش كنتي من شويه واقفه عند عين الميه وعارفه مكانها؟ روحي اشربي من عندها وخدي الخروف ومع السلامه. ده انت مراقبني بقى. وانا هراقبك ليه؟ عجبت؟ عرفتك وعرفت ألاعيبك. نحن لا نجهل أفكاره، عشان أنت يا خسيس ما تقدرش تظهر بصورة الراعي الصالح رب المجد وملك الملوك. فاكر إن بمنظرك ده والخروف الغلبان اللي جايبه معاك هتضحك عليا وتفسد عفتي ورهبنتي. لينتهرك الرب يسوع المسيح. إلهي شرعت أكلمك يا رب وأنا تراب ورماد، وأنت الطريق والحق والحياة. بإيدك الطاهرة خلقتني، وبصليبك فدتني، وبدمك غسلتني، وبقيامتك المجيدة أقمتني، وبروحك القدوس ملأتني. يشتهى أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. الزيت خلص وجه ميعاد السفر. أسافر معاك يا أبويا، أسافر معاك. كل شيء تحت السماء له وقت. ربنا ينور طريق وحدتك وجهادك. اذكرني قدام عرش النعمة عشان ربنا يعيني زي ما عاينك.
يا ابني يا ابني يا حبيبي، سلام. سلام ونعمة يا أبي. أنت من هنا؟ أنا من هنا ومن هناك، بس أنا هنا على طول من زمان، من قبل أنت ما تتولد. ورايح فين؟ كنت جاي أخد بركة أبونا هرميوس، بس وأنا جاي لقيت روحه المقدسة طالعة لفوق لفوق لفوق. أيوه، أبويا هرميوس انتقل لسماء المجد. أنت تلميذه يا ابني؟ عشت معاه فترة وتلمست على إيديه. يعني أنت كده كلك بركة ولك أتباع وتلامذة. أنا مجرد عبد لربنا يسوع المسيح وخدام لولاده. على الاتضاع، على التواضع. عشان كده نجحت في حياتك، لأن فيها سر كبير. لو فيها سر يبقى الطاعة والتسليم والخضوع لمشيئة رب المجد. مش كده وبس، لا، ده انت كمان هتعمل ايه بعد الأب الروحي بتاعك ما مات؟ يعني لو جات لك تجربة هتستشير مين؟ هتبقى عامل زي ورق الشجر الناشف اللي أي شوية هوا صغيرين يوقعوه من على الشجرة. ايه اللي بيخليك تقول كده؟ بقول كده لأني حاسس بيك يا ابني، قلبي حاسس بيك. أنا بشوف تلامذة كتير الأب الروحي بتاعهم بيموت، ما بيبقوش عارفين هيعملوا إيه. أنت بقى هتعمل إيه؟ قول لي، أنا حاسس بيك. هتعيش إزاي؟ ليه الحياة هي المسيح، سنين عمري مجرد بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. ضاع مني ضاع مني ضاع مني ضاع مني. هو ايه اللي ضاع مني؟ ابني حبيبي ضاع مني. يعني انت دلوقتي ما قلتليش هتعمل ايه يا ابني؟ هتقعد هنا ولا هتطلع بره ولا هتخرج للعالم الخارجي؟ ولما تطلع للعالم الخارجي هتعرف طريقك؟ انت خلاص يا ابني ما بقتش عارف يمينك من شمالك، ما بقتش عارف تعمل ايه. عشان كده انتهيت. انت خلاص ضعت يا ابني، ضعت. لا، أنا مش ممكن أضيع طول ما أنا في إيد ربنا يسوع المسيح. يا حبيبي، هو أنا أجيلك كده تجيني كده؟ أجيلك كده تجيني كده؟ اعمل معروف، ريحني بقى. وعاوز مصلحتك، عاوز مصلحتك، وعاوزك تبقى من نصيبي يا حبيبي، من نصيبي. نصيبي هتبقى من نصيبي، هتبقى من نصيبي. نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. هتبقى من نصيبي يا نوفير. أنا سيد العالم كله كله. العالم ده كله ملكي ومش هسيبك يا نوفير. الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء. يقول الرب أنت هو نصيري وملجئي، إلهي فأتكل عليه. مش هسيبك يا نوفير، لأنه ينجيك من فخ الصياد في وسط منكبيه مظلمة. أنا سيد العالم، العالم ده كله ملكي. لا، وهتبقى ملكي. إلهي أنا مش هسيبك يا نوفير. لا، العالم ده كله ملكي. هسيبك ونبكي والروح القدس إله واحد أمين. ليك الشكر
الشكر والحمد يا رب. تعبت قوي في جهادك يا أبي. والكنيسة كمان تعبت وجهدت. كنت بتعرف أخبار الكنيسة والحروب اللي بتمر بيها؟ ما انت عارف يا ابونا، احنا صحيح عايشين هنا في الصحراء، لكن حاسين بكل اللي بيحصل في الكنيسة، لأننا أعضاء في جسد واحد، رهبان وإكليروس وشعب. كان صلوات الرهبان والنساك في البراري سور حصن منيع للكنيسة. انت قلت ان ابواب الجحيم لن تقوى عليها. هدي يا رب امواج الشر يا رب. ده انت اللي قلت اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. انا بقرع يا رب بفتح عطوفك وبصرخ لك تمد ايد معونتك لبيتك لكنيستك. واحمي قداسة البابا أثناسيوس راعي شعبك يا رب. ابتل يا رب مشورة المعاندين وأصحاب البدع والهرطقات. احمي الكنيسة يا رب يا رب يا رب. الكنيسة يا ابني جسد واحد، إذا تألم عضو واحد فجميع الأعضاء تتألم معه. عمر طويل وجهاد عظيم يا أبي. عشرة مع رب المجد يسوع المسيح اللي محوطني برعايته وحنانه. السلام ليك يا أمير تدرس يا حبيب المسيح. عمر القديسين والشهداء ما سابوني.
يا رب يا رب انا ماليش حد. يا رب يا يسوع قوي. عمر طويل عشته مع ربنا في الصحراء يا ابونا. ولما يا أبي ربنا بيسمح لك بفترات فتور أو ملل بتعمل إيه؟ ما بسيبش ابدا صلاتي وانجيلي. الاقيه اتحنن عليا وسكب نار محبته في قلبي. اللي يعيش مع ربنا عمر نفسه ما تضعف. اللي يعيش مع ربنا ويرمي على كتفه الهموم ازاي هيضعف والسماء قصاد عينيه في كل يوم. اللي يعيش مع ربنا ويرمي على كتفه الهموم ازاي هيضعف والسماء قصاد عينيه في كل يوم. ماشي في طريقي وبين ايديه بصليب ينور دنيتي. سامع لصوته وبلتقي دليل بيحرس خطوتي. ماشي في طريقي وبين ايديه بصليب ينور دنيتي. سامع لصوته وبلتقي دليل بيحرس خطوتي. عايش هنا بين الشقوق مسنود على ملك الملوك. لما انحني يرفعني فوق ومعايا بيدوس كل شوك. عايش هنا بين الشقوق مسنود على ملك الملوك. لما انحني يرفعني فوق ومعايا بيدوس كل شوك. مهما الطريق عمال يضيق وانا قلبي في الغربة يعاني. كل الألم ما يساوي شيء قدام حبيب اللي اشتراني. مهما الطريق عمال يضيق وانا قلبي في الغربة يعاني. كل الألم ما يساوي شيء قدام حبيبي اللي اشتراني. اللي يعيش مع ربنا ويرمي على كتفه الهموم ازاي هيضعف والسماء قصاد عينيه في كل يوم. أنا فرحان قوي يا أبويا نوفير إني عرفت جهادك وسيرتك وتعبك. بس كان نفسي أعرف هو إيه سر قوتك كل السنين اللي فاتت دي؟ صورة ربنا يسوع المسيح المصلوب ما فرقتنيش أبدا. إلهنا الحنون ملك الملوك ورب الأرباب، أنت ست
سبت السماء وخلعت توبك ونزلت على الأرض، استحملت الذل والمهانة، قفلوا عليك واحتقروك، طعنوك بالحرب ولبسوك إكليل شوك ودقوا مسامير في إيديك علشاني، عشان تطهرني وتبرأني وتفديني. المجد ليك يا رب، المجد ليك يا رب. مشتاق يا ابويا نوفير ادخل مغارتك اللي عاشت جهادك ونسكك وسهرك ودموعك. تعال يا ابونا بفنوتيوس عشان تشوف عناية الله بأولاده وحبه الفائق اللي سكبوا عليا طول حياتي. اشفي يا رب كل مريض من فضلك، فك يا رب ضيقة المجربين والمتألمين، انصف يا رب المظلومين، ادي يا رب المحتاجين، رد إليك الضالين، اكشف ذاتك لغير المؤمنين يعرفوك وعينهم في أعمالهم، واللي ما عندوش أطفال ارزقه، عزي يا رب قلب كل حزين بعزاك السماوي المفرح، اتحنن على أولادك يا رب يا رب. ما تخافش يا بفنوتيوس يا حبيبي، انت ربنا بعتك ليا عشان تهتم بدفن جسدي، هي دي الساعة اللي كنت مستنيها طول عمري. ياه قد ايه مشتاق اشوفك يا عريس نفسي. بسرعة كده بسرعة كده يا ابويا. طب ده انا لسه ما شبعتش منك، ارجوك صلي لي يا ابي، وكفاية عليا ان اقضي بقية عمري في المكان المقدس ده. لا يا بفنوتيوس يا ابني، انت ربنا ما دعكش للحياة دي، ربنا اختارك عشان تعزي اخواتك الرهبان لما تكتب سيرة الغلبان
اللي جاهد في طريق الله. باركني يا أبي. ربنا يباركك يا حبيبي، وافتكر دايما اللي يعيش مع ربنا عمر نفسه ما تضعف. مسافر ورايح لابويا اللي فوق، بودع في غربة استمرت سنين، غروب بس جايب في ايده الشروق، ورايح لحضنه اللي مليان حنين. مسافر ورايح لابويا اللي فوق، بودع في غربة استمرت سنين، غروب بس جايب في ايده الشروق، ورايح لحضنه اللي مليان حنين. ملايكة وزفت وداع بالشموع، وليه بس تبكوا عليا بدموع؟ يا بخت اللي يوم ينادي يسوع، يطيب بلمسة ويشفي الأنين. ملايكة وزفت وداع بالشموع، وليه بس تبكوا عليا بدموع؟ يا بخت اللي يوم ينادي يسوع، يطيب بلمسة ويشفي الأنين. مسافر ورايح لابويا اللي فوق. احنا لما بنيجي نرسم الصليب بنرسمه بإيدنا اليمين. أبويا حفظني مزامير الكتاب. طب قول لي بقى آخر مزمور أنت حفظته. يا رب راعي فلا عرفتني شيء. أبويا 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 بحبك أوي. وأنا فرحان بيك أوي يا نوفير يا ابني. على كتفي شايل جبل من أغاط، سنين عشت فيها أنا والسكات، وأغمض عينيا أشوف ذكريات، أفتح أشوف مدد للإيدين. على كتفي شايل جبل من أغاط، سنين عشت فيها أنا والسكات، وأغمض عينيا أشوف ذكريات،
أفتح أشوفه مدد للإيدين، مسافر ورايح لأبويا اللي فوق. أنا عايزك يا ابني تشكر ربنا لأنه اختارك عشان تعيش العيشة الملائكية دي، واللي بتغصب نفسك عليه النهاردة بكرة يبقى سهل وهين. عيش بالطاعة يا نوفير يا ابني، لأن دي هي سلاحنا الدايم يا ابني. عايش في حضن أبوه السماوي ما عندوش هم يشيل. فهي دي ثمرة وبركة حياة الوحدة والسكون. تعب عمري كله ودرب الألام، في لحظة ما أشوفه بيخلص أوام، تتوه جوا صوتي حروف الكلام. وحشني يا أبويا يا دوب كلمتين، تعب عمري كله ودرب الألام، في لحظة ما أشوفه بيخلص أوام، تتوه جوا صوتي حروف الكلام. وحشني يا أبويا يا دوب كلمتين، مسافر ورايح لأبويا اللي فوق، مسافر ورايح لأبويا اللي فوق. بودع في غربة استمرت سنين، غروب بس جاي في ايده الشروق، ورايح لحضنه اللي مليان حنين. مسافر ورايح لأبويا اللي فوق، بودع في غربة استمرت سنين، غروب بس جايب في ايده الشروق، ورايح لحضنه اللي مليان حنين. انت ربنا ما دعكش للحياة دي، ربنا اختارك عشان تعزي اخواتك الرهبان، لما تكتب سيرة الغلبان اللي جاهد في طريق الله، اللي جاهد في طريق الله. اللي يعيش مع ربنا عمر نفسه ما تضعف.